نعم تنويع هاي كرة هدف الثاني الله يعينكم شباب، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بالطبيعه اليوم باش نحكيو على اخر تطورات المنتخب الوطني التونسي، وشكون المدرب اللي باش يشد، شكون اقرب مدرب باش يشد المنتخب. راهو تو ريتو احنا تو تعرفوا فانا فتره في الذروه متاع الخنار والحشوات، احنا تو في الذروه متاع الخنار والحشوات، فهمتي؟ فما حشوات كبيره وفما حشوات صغيره. باهي خلينا نبداو بالطبيعه، فهمتي؟ بالخبر الاول يا سيدي، رياض البوعزيزي شنو قال؟ حسب رأي سامي طرابلسي كان لازم يكون حاضر في اجتماع الوزارة مع المكتب الجامعي، هو الوحيد اللي كان قريب وعارف شنو مشى وشنو ما مشاش في المنتخب. اي صحيح كان تحب بالرسمي تعمل ميتينغ، تعمل اجتماع، تجيبوا سامي طرابلسي اللي هو فهمتي هاكا السيد هاكا مصورينه في فيديو يضحك ومتبسم وقوش عليه، فهمتي؟ قدم اداء عالمي في الكوب دافريك وقوش عليه ما صار حتى شيء. السيد يضحك وكا صوروه الفيديو هاكا تدور في الانترنت، فهمتي؟ السيد يضحك فهمتي ما على باله، فهمتي؟ معناها من الاخر فهمتي هاني حشيتها لكم وتتخراولي فيه، هذيك هي الكلمه بالضبط. انا نفسرها الفيديو نتاع سامي طرابلسي في قطر، روح القطر من الديريكت، خرجته مالي قالت له يلا ها برا امشي روح، فهمتي؟ انت والمنتخب نتاعك. الطياره فهمتي مش مطار تونس قرطاج، لا ديريكت من المغرب لقطر، فهمتي؟ هاكا يضحك وشايخ، فهمتني؟ وكان عندكم الريح ذروا 10 ولا كيفاش تقال، هذيك هي. باه هاي سيدي نورمالمون قال رياض بوعزيز نورمالمون سامي طرابلسي يجيبوه في الاجتماع هذا ويقولوا له شنو اللي مشى شنو اللي ما مشاش وكيفاش تحبنا نصلحوا، واعطينا اقتراحات، خاطر هو كان هو المدرب صحيح ولا؟ هذه نورمالمون الحركه تصير ماشي معيط لي، فهمتي؟ دار العز كل جايبين، فهمتي؟ وكرونيكورات ومحلين وحكايتهم فارغه كلها تلوج على مكميك وكذا، فهمتي؟ واحد من الناس رياض بوعزيز شنو قال كان واحد من الناس نلوج على حاجتي بمدرب اجنبي، في الوقت الحالي لازم مدرب اجنبي. كاو هاي سيدي خلينا نشوف الخبر اللي بعده. قال لك سيدي تنجم تشكك في كل شيء الا في وطنيه السيد هذا. الليله زياد ورى برشا شجاعه وقوه شخصيه، لا بيض الجامعه ولا دافع عن عمر ولا عن زيد. كاو السيد هذا بزاف مكبش، قال لك انا حاجتي بمدرب اجنبي. تو انت مدير فني، خدمتك شنو؟ تاخذ قرار تعيين مناخب وطني للمنتخب الوطني التونسي، نورمالمون كلمته هو اللي تمشي، هو فهمتي مازال مكبش في مدرب اجنبي. هاو نعطيكم بالاخر، نعطيكم من الاخر وعلى الاخر، ريتو كان حصلنا وجبنا مدرب اجنبي تعرفوا جرد شكون؟ جرد السيد هذا. كاو ما نزيد حتى كلمه اخرى. باه خلينا نشوف الخبر اللي بعده. ايوا بتساوش عاد تشتركوا في صفحه علول الكوره فيسبوك، نحكي فيها كل شيء، فيها خنار دوبل وتريبل تاع اللي موجود في اليوتيوب. باه خلينا نشوف الخبر اللي بعده. تتفق مع سمير سليم ايش قال؟ معين شعباني ما نجمش يكون ناخب وطني. بالطبيعه ما نجمش يكون ناخب وطني، تعرفوش علاش؟ هاو تو جايكم الاخبار الاخرين تو تعرفوا انتم علاش. باه هاي سيدي اكثر واحد متحشاله من الاخر متحشاله هو الجمهور التونسي، الشعب التونسي. كاو ما نزيد حتى كلمه اخرى، كلها تمكمك، كلها تدخل في فلوس داخله فلوس خارجه، فهمتي؟ الاخر يدافع على فلان، الاخر يدافع على فلتان، الحشاوي وشكون اكثر واحد متحشاله هما احنا. كاو باه خلينا نشوف الخبر اللي بعده. هو السيد هذا الطبعبيصه الاولى اللي بعبصوها، الطبعبيصه الاولى اللي عملت اللي هلكت كره القدم التونسيه، من السيد هذا مانيش متشمت فيه وكذا، فهمتي؟ ربي يفرج عليه وكذا، اما خويا اللي يغلط يتحاسب. السيد هذا تو في قلبه، فهمتي؟ وانتم عارفين علاش هو في قلبه، فهمتي؟ هو اكثر واحد فهمتي بعبص الكره التونسيه. باه خلينا نشوف الخبر اللي بعده. المدرب المغربي الحسين عموته قريب من تولي قيادة المنتخب التونسي. والله أنا نخير ذي على مدرب تونسي، ونخير مدرب الأجنبي معناه فرنساوي ولا برتغالي ولا بلجيكي ولا ما نعرفش أنا أي واحد فهمتني من أوروبا على السيد هذا، وكيف نخير السيد هذا على مدرب تونسي. ذا رأيي أنا الشخصي. باه خلينا نشوف الخبر اللي بعده. زياد الجزيري لكن حظوظ تواجد مدرب أجنبي ما زالت موجودة. ابارامون سيد فهمتي قاعد يضرب بالبونيه، فهمتني؟ كيفاش باش ينجم يجيب مدرب اجنبي مع انه راهو ناخب، معناها هو مدير الفني للمنتخب الوطني التونسي، القرارات كلها عنده هو. باه هنشوف الخبر اللي بعد. ورسميا تم اتخاذ القرار بان المدرب القادم للمنتخب سيكون تونسي بنسبه كبيره، معين الشعباني.
وسيكون مع المنتخب في تربص مارس، من ثم يعود لنهضة البركان. يا ودي ليزي مدرب تونسي، ليزي شد زوز ايكيبات، معناها شدد وين هو نهضة بركان وبشد المنتخب التونسي. اعطيني انا هو فهمتي لونترونور نجح وعمل فهمتي انجازات كبيره وهو شادد زوز ايكيبات. كيفاش تجيب جهرب ليزي تونسي معناها الخبره نتاعو مضعضعه والفكر نتاعو كذا فهمتي مضعضع وزيد يكمل يشد زوز ايكيبات هكا تو يجي منه تو هذا معقول تو بجاه ربي. نشوف الخبر اللي بعده. يا سيدي بدون عاطفه وبعيد عن الالتماس المدرب التونسي الوحيد اللي عندنا فيه ثقه لقياده المنتخب. شكون الصفحه اللي كتبت نادي الافريقي؟ بالطبيعه النادي الافريقي باش دور ترجع نفس الحكايه. صفحه نادي الافريقي قال لك سليمي يحبوه مثلا مدرب سي نورمال، والترجي تو يطلعوا يقولوا لك مثلا نحبوا زاد جوارنا ذا يولي فهمتني مدرب، والاتوال والسيابي وكلها بداوا يطلعوا هكاك فهمتوا، ومش باش تكون لنا قائمه. كملوا هكاك برافو يعطيكم الصحه كملوا هكاك. تو تشوفوا كيفاه تو تشوفوا المنتخب التونسي قداش باش يولي الترتيب نتاعو عالميا. تو قداش 49 ولا قداه ولا 48 ولا ما نعرفش قداه. تو تشوف هاو بيناتنا الايام. يا سيدي بعد الاجتماع خرج علينا ما يسمى شيخ المدربين فوزي بنزرتي بتصريح يقول فيه حرفيا المنتخب يجب ان يقوده مدرب تونسي لان المهمه الوطنيه مثل القوات المسلحه. ايش مدخلك؟ ايش بيك تدخل هذا في هذا؟ يا سيدي هاو باش نذكروك يا سيدي ساعة انت اول شيء تسبب في خساره قرابه 20 مركز في تصنيف الفيفا خلال 4 مباريات في 4 ماتشات طيحتنا 20 مركز. وانت تحكي لي فهمتي قوات مسلحه ومهمه وطنيه ودرا شنو. فما لا فما فرق كبير. لا ما دخلش هذا في هذا فهمتني. لا والله حوال يا والله حوال تو هو في جرته تو يا اخي ناسي فكروه بجاه ربي يا في البلاتوات اطلعوا فكروه. فوزي بنزرتي راك خسرتنا في 20 مركز 4 ماتشات خسرتنا 20 مركز. عمك وليد الهيجري في اجتماع الوزاري اليوم اللي استدعوه اللي قال لك اقترح فوزي بنزرتي يدرب المنتخب اللي هو معاه فرد اجتماع حاجه غدات تشوف شكون مستدعين وشوف شنو اقترح بربي الصبر برا كيما قال حنبال متاخرين فهمتني 10 سنين. ايش من 10 سنين بتاعك 20 30 100 سنه متاخرين جايبين فهمتني كمشة عجايز فهمتني وكرونيكرات فهمتني باش ياخذوا قرار كيما قرار الناخب الوطني. لا حول ولا قوه الا بالله. عبث والله عبثوه طبعبيس بوه كلب. وزير الرياضه يطلب بتكريم سامي الطرابلسي. اسمع كيف يا سي وزير يا اخي معانا ولا معاهم ولا شنو ولا مع تونس ولا شنو حكايتك انت بالضبط؟ طلعش زاد انت تمكمك زاد فهمتني وعندك هكا فهمتني تمكمك هكا فهمتني وتعكعك هكا في الفلوس وشنو حكايتك بالضبط؟ شنو هو الحكايه هذه؟ انت كيفاش يا سي وزير يا اخي معانا ولا معاهم ولا يا اخي ماكش في بالكش اللي احنا خرجنا من كوب دافريك في جرته هو في جرة اختياراته في جرة المحاباة في جرة المعارف الاكتاف اللي هي ممنوعة اصلا. لا حول ولا قوة الا بالله. يا سيدي ماذا فعلتم المغاربه برجوليه؟ المغاربه كل يحكيوا علينا فهمتني. قال لك سيدي جمهور تونسي من احسن الجماهير في الكوب دافريك وقت اللي خرجنا حزنوا علينا. او نعطيكم بالرسمي راه مش باج ولا 2 ولا 3 كودس باجوات يطلعوا المغاربه يحكيوا علينا ويحكيوا على جمهور نتاع المنتخب الوطني التونسي. سيدي زياد الجزيري مدير الرياضي الوطني. تعرف شنو كلمه المدير الرياضي الوطني؟ هو اللي عنده صلاحيه اللي يختار فيها الناخب الوطني. دخلت فيها الوزاره كهو. من المحزن أن التونسي لم يعد يثق في التونسي. رفض فكرة مدرب تونسي منذ البداية واعتبارها عبئا مع الإصرار على الأجنبي. إيه خويا حشنا بأجنبي. علاش احنا حشنا بأجنبي؟ خبيكش احنا نكرهوا التوانسة ما نكرهوش التوانسة. أما خويا نعرفوا احنا الأجنبي نجم يقد روحه مع المنتخب. ما فما حتى جمعية تنجم تدخل فيه. ينقص المحاباة تنقص المعارف تنقص الحاشين فيه ينقص الطبعبيس ينقص برشا حاجات تنقص. خلينا نشوف الخبر اللي بعده. يا سيدي اخر خبر في يوم ربع النهائي والشعب مازال يعيش مرارة الانسحاب ويتمنى يشوف منتخبه اليوم قدام السنغال. تخرج قرارات المنظومة وكأن شيئا لم يكن. فهمتني قرارات فهمتني دخلت فيها السياسة في الوزارة في الجامعة فهمتني المدير الفني فهمتني المدير تاع المنتخب الوطني التونسي كي بيه كي بلاش ما نجمش يختار الانترنور. الوزارة تقول لك جيب لنا انترنور تونسي الاخرين يقول لك جيبوا اجنبي. حالة حليلة وشكشوكة ويا ربي عداها على خير وربي يجريها على اصلاح. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة. نشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.